واش هذه دولة دابا؟ واش هذا نظام كيمثل الشعب نيت؟ واش هذه حكومة دابا فيها رئيس ووزراء ومنتخبين؟ واش هذا إعلام كيمثل دولة كاينة في الأمم المتحدة وكيعترفوا بها دوليا؟ أنا بغيت غير نتساءل مع الشعب، واش راضيين على هذا الوضع زعما؟ واش ما بقاش فيكم الحال فاش كتشوفوا هذه المسألة اللي وليتوا عايشين فيها؟ واش زعما ما كاينينش ولاد الناس اللي يشدوا البلاد ويرجعوها لسكتها الحقيقية ويخلوا الأحقاد خلفهم؟ واش ما كاينش اللي نبه هذا النظام نزل حتى بالكراهية والحقد غادي يشعل فيه النار هو الأول؟ يشعل فيه النار هو الأول. واش في راسكم أن كل مصايب تأتي من المغرب؟ استغربتوا بحالي طبعا، شوفوا هذا الفيديو باش تفهموا. كشفت مصالح الأمن الجزائرية عن تفاصيل المخطط الإجرامي لقضية استغلال الأطفال جنسيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي نسجت خيوطه انطلاقا من المغرب. ألقت مصالح الأمن الجزائرية بمطار هواري بومدين على إرهابية نشطة فرنكو لبنانية كانت بصدد الدخول إلى الجزائر رفق جزائري ارتبط بها بزواج أبيض. الإرهابية أولد بمراكش المغربية. عملية تهريب قطع من الخزف التي تعود إلى العصر العثماني، حيث تم تجميعها على مستوى ولاية وهران من طرف أحد المخالفين اللي كان مشترك في العملية مع رعايا مغربيين. توقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 63 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب. دولة الجزائر خدامة هذه الأيام بقاعدة كل الإنجازات تأتي من التبون وكل الإخفاقات والمصايب تأتي من المغرب. والله العظيم الا سالاو لي انا بعد القرايه ديالي كاع اللي قريت في هذه الحياه، وصلت للجزائر ما بقيت فاهم والو، تبلوكات لي القرايه، تبلوكا لي حتى المنطق، وتبلوكا لي العقل ديالي. واش هذه دوله دابا؟ واش هذا نظام كيمثل الشعب نيت؟ واش هذه حكومه دابا فيها رئيس ووزراء ومنتخبين؟ واش هذا اعلام كيمثل دوله كاينه في الامم المتحده وكيعترفوا بها دوليا؟ انا بغيت غير نتساءل مع الشعب، واش راضيين على هذا الوضع زعما؟ واش ما بقاش فيكم الحال فاش كتشوفوا هذه المسألة اللي وليتوا عايشين فيها؟ واش زعما ما كاينينش ولاد الناس اللي يشدوا البلاد ويرجعوها لسكتها الحقيقية ويخلوا الأحقاد خلفهم؟ واش ما كاينش اللي نبه هذا النظام نزل حتى بالكراهية والحقد غادي يشعل فيه النار هو الأول؟ خطير في هذا الشيء كامل هو هذه الكراهية وهذا الحقد اللي كيزرعوا النظام الجزائري اليوم في الشعب ديالو تجاه المملكة المغربية. وللأسف الشديد كل شيء وقع في الجزائر كيفما كان حجمه غادي ننسبوه للمغرب. انا بغيت نقول للنظام الجزائري اليوم بدل ما يوزع فلوس الغاز وفلوس النفط ديالو على واحد المجموعه ديال ابناء المغرب صحراويين مغاربه كيسلحهم وكيدعمهم ضدا على المغرب، كنقول له هز يديك على القضيه، هز يديك على هذوك الناس وخليهم يرجعوا لبلادهم. النهار اللي الجزائر تهز يدها على الملف ديال الصحراء المغربية كونوا على يقين على أن هذا الملف سينتهي في حينه، لأن ما يعقد هذا الملف هو التدخل الجزائري. وللأسف الشديد الجزائر كتقول أنا هذا النزاع ما عنديش علاقة به، وانت مقعد الناس فوق الأرض ديالك وكتموليهم وكتعطيهم الفلوس كفلوس الشعب الجزائري وكتدعميهم وتقولي ما عنديش علاقة بالنزاع. كيف هذا ماشي منطق ايضا. انا كنقول لك الا ما عندك علاقه بالنزاع خلي هاد الناس السيدو هما اللي يتصرفوا، وانا على يقين على انه والله من غدا لو تفتحت الحدود سيعود الجميع، لان هذا الجيل القديم اللي من جبهه البوليزاريو اللي زال مصر على بعض الافكار القديمه والرجعيه واللي تجاوزها الزمن، كنظن على ان الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس اللي عاش وشاف الويلات في مخيمات تندوف وغيرها كونوا على يقين على انه مل وينتظر فقط ان يرفع العسكر يده عن هذه القضيه وسوف تنتهي. وانا اعي جيدا ما اقول، يجب ان يرفع العسكر وترفع الجزائر يدها عن القضيه الوطنيه ديالنا، وكونوا على يقين على ان هذه القضيه ستنتهي حتما.